بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا. هنعمل العيش ده في الطاسة، جميل خالص مخدش أي وقت. وهنعمل طاجن بامية احنا في نهاية الأسبوع، ودي أكلة حلوة جدا جدا يعني ومش مكلفة نهائي. بتمنى بس من حضرتك لو أول مرة تشوفي القناة اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. أنا بعمل روتينات للمطبخ سهلة وبسيطة، روتينات غدا أو عشاء، بعمل اكلات بسيطة يعني. يلا بينا نشوف الفيديو، ان شاء الله الفيديو يعجبك. اول حاجة يا بنات معايا هنا 4 كوبايات دقيق، ومعايا مية دافية هعجن بيها على حسب ما الدقيق ياخد، ومعايا كيس خميرة. هبتدي اول حاجة ان انا اضيف الخميرة على الدقيق، وبعدين هضيف ربع معلقة ملح. مش هضيف ملح كتير لان الملح الكتير بيموت الخميرة. وبعدين هضيف شوية زيت صغيرة، حوالي معلقة كده، معلقة زيت او معلقتين يعني صغيرين. هبتدي ان انا اعجن بالميه كده على حسب ما الدقيق ياخد معايا زي ما قلتلك. يعني لو هو دقيق ممكن ياخد كوبايتين ميه، ممكن دقيق تاني ياخد كوباية، على حسب ما العجينة تلم معاكي. افضل اعجن فيها كده لحد ما تلم وما تكونش بتتشبط، يعني تكون عجينة حلوة كده، لا هي لينة جامد ولا هي ماسكة جامد. زي ما انتوا شايفين كده هي بدأت تبقى كويسة معايا. خلاص كده انا هسيبها حوالي ربع ساعة، هغطيها كده واسيبها في مكان دافي حوالي ربع ساعة. اغطيها بكيس علشان تخمر بسرعة، يفضل لو في شمس او في فرن دافي يعني. بعدين معايا هنا المكونات بتاعه طاجن البامية. معايا بصلاية صغيرة وشطة وتوم وراس توم، انا مقطعاها، وكمون وفلفل. ومعايا ديت الدهنة اللي بتكون في اللحمة، ومعايا البامية، ومعايا عصير طماطم. اول حاجة هعملها، معايا حلة هي هحط فيها معلقة زيت صغيرة وهنزل فيها بالدهنة علشان الدهنة تنزل المواد الدهنية اللي فيها. يعني انا مش هحط حاجة، مش هحط سمنة ولا زيت كتير، انا هستعمل الدهنة بتاعتي اللي موجودة معايا، وهسيبها لحد ما تصفي خالص الدهون اللي فيها خالص. زي ما انتوا شايفين كده هي خلاص بدأت تنزل الدهون. انا قطعت البصلة، اول حاجة حطيتها البصلة، هشوحها كده يعني دقيقتين بالظبط، وبعدين هضيف بقية المكونات.
اول ما البصله كده بدات ريحتها تطلع كده وبدات بتدبل معايا، حطيت بقيه المكونات، الثوم والشطه والكمون وكل حاجه. والشطه ديت فيها ملح، يعني انا حاطه ملح، مش هحط ملح كتير بعد كده. هبتدي ان انا اقلبهم كده، اشوحهم تشويحه لحد ما برضو يعني تتبل معايا كده بس مش هخليهم يحمروا جامد، يعني هخليهم كده يتشوحوا تشويحه سريعه. خلاص كده كويس. هبتدي ان انا انزل بصلصة الطماطم واسيبها لحد ما خلاص كده تتسبك معايا تسبيكة جامدة. يعني انا هسيبها تتسبك تسبيكة كاملة، يعني مش نص تسبيكة. وبعدين بعد ما تتسبك هضيف البامية معايا. هنا العجينة بتاعتي هي اتخمرت بعد ربع ساعة بالظبط. جبت صينية وحطيت عليها دقيق، وهبتدي ان انا اقطعها كده قطع صغيرة. انا حابة اقطعها قطع صغيرة، يعني عاوزة الرغيف يكون صغير ما يفضلش معايا للاخر، او ما يفضلش مثلا لتاني يوم، علشان يكون صابح يعني. ابتديت ان انا اقطعها كده، وانتي بتقطعيها على حسب ما انتي عاوزة. وابتديت ان انا اقطعها كده كور صغيرة، وهخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا انا هعمله في الطاسة يا بنات العيش دوت. لو انتي بتعمليه في الفرن عادي بتكبري الحجم عادي، بتعملي زي ما انت عاوزة. فانا عملت كده سريع سريع مع بعضه علشان اخلص مع بعضه مع البامية يعني. عملته كده صغير، طلع برضه كمية حلوة يعني، وكان طعمه حلو مع البامية. خلاص اهوت خلصته. جبت دقيق كده وهبتدي ان انا افرده. مش هفرده تخين جامد ولا رفيع جامد، لو حابة تعمليه رفيع جامد زي الرقاق كده برضه هيكون طعمه حلو، على حسب ما انت عاوزة. وهحطه جنبي كده. لو حابة ان انت تحطيه على صينية، لو انت هتغيبي يعني على ما تعمليه، يفضل ان انت تحطي هو كل واحدة جنب اختها، يعني مش تحطي في كله فوق بعض. لكن انا هعمل كله بسرعة، يعني مش هاخد وقت، فمش مش مش هيتأثر معاه، مش هيلزق. لكن لو هتسيبيه فترة كبيرة هيلزق، فمش هتعرفي تطلعيه من بعضه. فلو هتعمله بسرعة يعني على طول على طول مش هيلزق. ابتديت ان انا افرده كله اهوت. خلاص كده انا هحطه على الصينيه، لان انا هخبزه كله على طول، مش هستنى عليه يعني، فهو مش هيلحق يلزق. لكن بيفضل انت تحطيه على حاجه علشان برضو لو مثلا اتاخرتي او كده ما يكونش لزق في بعضه. هنا الصلصه بدات تغلي معايا هي، بس هي لسه يعني فيها ميه كده شويه، فهسيبها كمان شويه. وحطيت طاسه على البوتاجاز اهوت بسخنها علشان احط فيها العيش. حطيت اول رغيف اهوت، وهبتدي ان انا كده اقلبه كل شويه. هي لسه الطاسه بتاعتي لسه ما كانتش سخنه جامد، بس انا ما كنتش واخده بالي. فعلى ما تسخن الرغيف هيبتدي يستوي يعني، وهيبقى كويس معايا.
هبتدي كده ان انا اضغط عليه بالفوطة علشان لو حتة فيها بخار كده يسوي الحتة التانية، وهبتدي ان انا اقلب فيه لحد ما يستوي معايا خالص. خلاص ابتدى يبقى كويس معايا اهوت. هحط بقى تاني، وبعدين هشوف الصلصة بتاعتي علشان احط البامية. هي خلاص كده بقت متسبكة كويس، يعني مناسبة ان انا احط البامية وتستوي فيها. البامية كانت مغسولة وكويسة يعني في الفريزر، فهسقطها على طول كده في الصلصة. ومعايا الرغيف هنا هوت يعني ابتدى يتنفخ كده حلو كده. بنفس الطريقة اخلص بقية العيش وهسيب البامية تغلي لحد ما تستوي. بضغط كده بالفوطة، البخار بيخلي الرغيف كله يكون مستوي معايا. هعمل نفس الكمية كده كلها بنفس الطريقة. عاوزة اقولك ان ما خدش وقت معايا خالص الاكلة ديت، لا العيش ولا البامية. هرجع لكم بقى بعد ما اخلص. اهو يا بنات بعد ما خلصت العيش جميل خالص والله، وكان طعمه تحفة كده، وكان طري، وكان طعمه عشان هو كان لسه مخبوز كان طعمه حلو خالص خالص بالبامية. انا كده خلصت العيش اهوت، حطيته على صينية كده. بعد كده البامية بتاعتي برضو هشوفها ابتدت تغلي، هسيبها برضو كمان تتسبك كمان يعني 5 دقايق كده ولا حاجة. وبعدين هبتدي ان انا اغرفها في الطاجن. اهو يا بنات بعد ما خلصت احلى اكلة ممكن تاكليها. وكانت معايا كده عندي ليمون مخلل، كان طعمه جميل والله. بتمنى بس ان انت تجربي الاكله دي كده بنفس الطريقه وتعمليها بنفس المكونات. والعيش اهو جميل خالص وكان طري كده لاخر وقت. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبك، وما تنسيش لو الفيديو عجبك تضغطي لايك تدعميني بيه. وان شاء الله يا رب تلاقي فيديوهات حلوه في قناتي تعجبك، فيديوهات تانية كتير. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.